أنا عايشة أخت ريضة ولد شينوية. اليوم الجلسة ديال ريضة اليوم دازت الجلسة نهار اثنين جوج 12. كلميني على شنو وقع في الجلسة. خويا كاينين بعض الناس كيجيو ما كنعرفوهم ما كيعرفونا، كيخسروا الهضره حنا ما كنبغيو نجاوبوا حد، فهمت؟ لانه حنا باغي نتبعوا مسطره ديال القانون، ما نعايروا حد، ما نقزوا على حد. الا عايرونا كاع كنسمعوها في ودنينا وكنحضروا راسنا وكنزيدوا صافي. هادشي اللي كاين بخصوص الجلسه اليوم كي دازت بخير، داكشي غادي قانوني، كل واحد غادي ياخذ حقه. هادشي اللي كاين اخويا. بحال دابا انا نقدر نمثل لك بحال ريضة فاش كان كيدير الاشهار، يقدر يكون واحد ما كانش كيبغي يهضر معاه ولا كان كيبغي يخلي عليه افتقار، كينوض كيدير عليه فيديو وكيبدا يعاير فيه. هاد ريضة ماشي فيه وكيسميه بالاسم ديالو، واشنو داير ليه ريضة؟ عمرو ما مآدي، عمرو ما مقرب ليه بنادم. ما عرفتش انا خويا فين باغي يوصل بهذا الشيء. ريضة هذاك الدري خليوه منه لحالو، منه صحته، منه داك الشيء اللي كيعيش، ومنه داك الشيء اللي كيضرو، كهو انسان في خاطره. يعني حشومه، خليوه داك الدري صافي، هو داخل في السجن صافي، خليوه نساه. وانا كنشوف فيه كيدير لايفات، كيدير عليه فيديوهات بزاف، يعني حشومه. بنادم راه يراعي شويه، راه تا هو راه انسان. هذاك ماشي خويا، هذاك بالنسبه لي انا راه رباني، هذاك راه الاب ديالي الثاني وخويا الكبير، وكان مصارح ومخلي ما داير علينا، وكان الحاجه العزيزه يجيبها لينا، وتفكرنا في العيد والعواشر، وتفكرنا في بزاف د الحوايج اخويا. يعني انا كنقول لخويا، كنقول الله يدير لك شي تاويل، وما تعرف ربي اشنو لقع لك فهاد السجن هذا. شوف واش كانت غطرى لك شي حاجه، شوف واش كنتي مهم داكشي ديال الله. مزيان من احسن لك يمشي يرتاح، هو خاصو يمشي يرتاح، لانه قوت الضغوطات وقوت المعيور والهضره كيقولوا فيه كلام ما هو يقدر يسبب ليه في الانتحار، يتسبب ليه في بزاف د الحوايج. اللهم يمشي يرتاح.